خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. خوتي الحريفية، السلام عليكم. بغيت نشارك معكم الجواب للسؤال اللي طرحه علينا السي هشام من مدينة خنيفرة. السؤال تيكون: عندي سيارة فرنسية الصنع موديل 2009، الديريكسيون ديالها قاصحة بزاف، وعطاتني في الطابلو ستوب بالحمر وطالع ليا بان دو ديريكسيون. خويا هشام، انطلاقا من المعلومات اللي عطيتينا، فالامر كيتعلق بالسياره اللي فيها سيستم دو ديريكسيون اسيستي الكتريكمون، يعني لاسيستي فيه بالكهرباء ماشي بالزيت، وكيتكون من العناصر التاليه: كالكيلاتور دو ديريكسيون، موتور الكتريك، كابتور دو كوبل اي لونغ دو ديريكسيون، الكريمايير ولا كولون دو ديريكسيون. فاول حاجه ننصحك بها خويا هشام هي تعبر سيركوي داليمونطاسيون ديال هاد السيستم. تعبر الخيط الصفر اللي داخل واش فيه البليس ابري كونتاك، يعني واش كنلقاو 12 فولت من وراء ملي دير الكونتاك. تعبر الخيط الاحمر واش فيه ديما 12 فولت، يعني راه بليس بيرمانون. الا كان عندك هنا المشكل فغادي تشوف لي فيزيبل اللي لاصقين على الباتري، راه الا دخل ليهم الماء كيصديو وكيخلقوا بحال هاد النوع ديال المشاكل. وإلا ما عندكش المشكل في البليس والبليس ابري كونتاك، غادي تتاكد من الخيط الكحل واش موصل لاماس مزيان. من بعد خويا هشام غادي تستعمل لاباري دياغنوستيك وتقرا لي كود ديفو وتشوف حتى لي فالور ريال. الا عندك المشكل في الكالكيلاتور ولا الموتور ديال لاسيستي ولا حتى لي كابتور الا كانوا حتى هما انتيغري، راه خاصك تبدل الميكانيزم كامل. كنتو مع خبير الميكانيك قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا.